لا ساعة تمر في سوريا إلا وتشهد البلاد اقتطاع جزء من أراضيها لصالح الكيان المحتل، آخرها التوغل في القنيطرة. عقب احتلاله عدة بلدات في الجنوب السوري على الحدود، توغل الجيش الإسرائيلي مجدداً في مدينة البعث بريف القنيطرة جنوب سوريا، ثم طرد الموظفين من الدوائر الحكومية بحجة التفتيش. وما هي إلا جولة جديدة من الكيان المحتل داخل سوريا المنكوبة، جراء سقوط دمشق في أيدي الفصائل المسلحة في 8 ديسمبر الماضي. فقبلها اتخذت إسرائيل مواقع في المنطقة العازلة بمرتفعات الجولان الفاصلة بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974، ثم سيطر على الجانب الشرقي من جبل الشيخ. في الوقت ذاته تواصلت المعارك بين القوات الموالية لتركيا والأكراد في الشمال، واتسعت جبهات المواجهة بين الطرفين مع دخول بلدة تل تمر الاستراتيجية على خط النار. يأتي هذا الاختراق من الجانبين في ظل أقاويل ومزاعم طرحتها القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن مسؤولين أتراك بعثوا برسائل إلى تل أبيب يطلبون فيها إنشاء آلية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي على غرار الآلية التي كانت بين روسيا وإسرائيل في سوريا. ذلك الوضع السوري المزري حالياً أبلغ تعبير عنه هو ما قاله المحلل السياسي الإسرائيلي: سوريا الآن دولة مفككة مثل الشركة المفلسة.